خلاص نورة؟ اتفضلي. نورة، النهارده انا يعني المعرض اسمه روح، وانا مبسوطه بشغلها، بس هي النهارده جابتني هنا عشان اتصور مع اللوحه دي. هي اللي اختارتها على فكره، صح يا نورة؟ ده حقيقي. آه، هنا نورة قولي لي عملتي ايه النهارده؟ عملتي ايه معايا انا شخصيا علشان تخليني استنطق اللوحه بتاعتي؟ انا اول حاجه ممكن اخليكي تغمضي عينيكي علشان عشان اروح معاكي معايا على الساوند. اللي انت رحتي فيه. الساوند، الصوت والادراك البصري هو كشف عن المستور ان هو كجدار، يعني جدار كل الجداريات المصريه القديمه وما وراء الستار المستور كشف مستور اخر بعمق اخر. هي روح من ذهب. هنا انا كنت شغاله بشكل مش منظم زي مثلا زهرة اللوتس ماشية على ستامب معين. هنا لا، انا شغالة بشكل فيه احساس للمكان اللي انا كنت فيه في المعابد المصرية القديمة. خليني اقول لك على حاجه يا نورة، احنا هنرجعها تاني. يعني احنا كل ما بنعمل كده يا نورة، كل ما بنرجع بيكي للحظة وجودك في المكان ده. مظبوط. انا هعمل تحليل يا نورة وانت قولي لي التحليل ده. اولا انا نورة النهارده اول مرة اعرفها. انت حللتيني بالظبط. انا حللتها وهي طلبت ان انا اعمل لايف او ابقى معاها. فانا هعيد اللي انا قلته وهي تاكد او انا ما كنتش عارفه اجواء اللوحه، بس انا دخلت في الحاله بتاعتك يا نورة لما رحتي بيا هنا وانا كنت واقفه هناك وجبتيني هنا وهنا. اللوحه دي متاخده من نعم، الحركة دي. اول ما سالتك دي منين يا نورة، قعدتش سنه كده تفتكري. ايوه، رحت انا رد عليكي دي منين يا من نورة؟ المعبد فعلا. قلت لك من معبد دندرة. مظبوط. وانا مش بحفظ قوي يعني المعابد، بس هي اللقطه دي بتقولي لي ان انت كنت في المكان ده وكان عندك رهبه رهيبه من عظمه المكان، من روحك اتخطفت، بمعنى اتخطفت في المكان ده. ده حقيقي. اتخطفت لان انا شفت عظمه في حياتي ما شفتها، يعني عظمه كبيره جدا باقيه الالاف السنوات، فهي كالذهب، يعني هي روحها من ذهب. وحضرتك حللتي بالظبط ده اللي انا قلته لها، ان هي اتخطفت في المعرض ده وطلعت من المعرض ده وهي يعني الرهبه والاسرار المكنونه في العمل ده بقت يعني عماله تشتغل مساحه كبيره. انا هقول لحضرتك على مفاجاه. انا شغاله راندم، بس فوجئت ان وانا بشرح لضيوفي ان في هنا مومياء اتنحتت بشكل عشوائي، بس انا شايفاها المومياء لان بتطل بعينيها على اللقطات اللي انت طلعتي بيها من المعبد ده كانت رهيبه. انا بحييكي العمل طبعا. الله يخليك. وانا قرات لك ليه؟ لان انا ما بقراش النقد او كده، انا بقرا الحاله الوجدانيه اللي كان فيها الفنان عشان يخرج ده، ولازم يكون الفنان ده اضاف من وجدانه للمكان وخرج المكان ضيفه وعمل الروعه دي. فانا بحييكي وبقول لك ان اللوحه دي انت فيها كل كم من الروحانيات ومن الانسانيات ومن العظمه اللي انت حسيتيها وانت داخله المعرض ده. وفعلا اللوحه دي مميزه وقطعه يعني تحتفظي بيها يعني ربنا يبارك لك يا اكيد، لانك هي معبره عن يعني حراس دندرة بيحيوكي يعني على انك نقلتي العظمه اللي معموله من تاريخنا القديم اللي ما حدش يعني بيحس بيه الا لما يكون اصيل في جوهر معرفته البلد. شكرا ليكي يا باشمهندسه. الله يخليك. لو يعني لو حاجه من الحاجات دي نقلت شعورك هكون سعيده قوي ان شاء الله. يا ترى يعني نقلت شعورك ولا؟ طبعا وهوري حضرتك كمان لوحات تانية، صور تانية بتحكي عن نفس
روح احنا طبعا يعني حضرتك انا متشكره حضرتك، وده شرف كبير وشهاده اعتز بيها ان حضرتك قريتي احساسي الداخلي، فالف شكر انك يعني انا ببقى سعيده لما اقرا حاجه الف شكر. وجدانيه للفنان او فنانه، يعني بحس ان هو كمان مميز. الله يخليك، الحمد لله شكرا. يعني. ده تقدير من حضرتك ليا النهارده، وشرف كبير جدا ان حضرتك قدرتي توصلي على اللي جوايا، وان انا عايزه اوصل بيه لفكر وقلب وروح كل واحد. ف واستمري ونشوف لك حاجات احلى من دي. اشكرك جدا. الف مبروك على المعرض. شكرا شكرا.